السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة بسيطة وسهلة ومش هتاخد معانا وقت كبير. هنعمل مع بعض كبدة الفراخ. زي ما احنا شايفين معانا تقريبا كده نص كيلو كبدة. هننقعها في شوية مية وعليهم نص ليمونة ومعلقة دقيق ومعلقة صغيرة ملح، وهنسيبها منقوعة حوالي ربع ساعة. زي ما احنا شايفين المية شكلها بقى عامل ازاي. دي هتضيع اي زفارة موجودة في الكبدة. بعد كده هنشطفها اكتر من مرة، مرتين تلاتة، وبعدين هنصفيها كويس قوي في مصفى لحد ما تنزل كل المية الزيادة اللي فيها. وبعدين هنقطعها زي ما احنا شايفين، مش هنقطعها حتت صغيرة، هنقطعها على 3 قطع عشان ما تتهريش معانا لما نيجي نسويها. هنقطعها زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنكمل مع بعض بقية الخطوات. معانا هنا هريسة الفلفل الأحمر، احنا كنا عملناها مع بعض الصيف اللي فات، وزي ما احنا شايفين لسه محتفظة بنفسها. طبعا احنا كنا مخزنينها في الفريزر ونطلعها وقت اللزوم. هنحط معلقتين هريسة فلفل، وعليهم معلقة صغيرة بابريكا، وعليهم معلقة كمون، ومعلقة فلفل اسود زي ما احنا شايفين كده، ومعلقة ملح، معلقة صغيرة ملح، وعليهم 4 فصوص توم. هنقطعهم بالسكينة، هندقهم، هنعملهم زي ما احنا شايفين بأي طريقة تريحك. هنسيب كل الحاجات دي منقوعة لمدة ربع ساعة على ما الكبدة تاخد من طعم التتبيلة بتاعتها. على ما نسيبها منقوعة شوية، تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هنحط هنا شوية زيت، حط شوية زيت كويسين، الكبدة بتحب الزيت. هنزود او لو حبة سمنة مفيش مشكلة. هنحط حوالي 4 معالق زيت، وعليهم بصلاية كبيرة متقطعة، وعليهم كمان حوالي 4 قرون فلفل اخضر متقطعين. هنديهم تشويحة، وبعد كده هنضيف عليهم الكبدة المنقوعة في التتبيلة الجميلة بتاعتنا. اللي ما كانش بيحب الأكلة دي هيحبها، وهتنول إعجاب الجميع إن شاء الله. زي ما احنا شايفين كده هنديها تقليبة. هي مش هتاخد وقت كبير على النار، هتاخد حوالي 10 دقايق بس، لأن الكبدة مش بتستحمل، بتستوي بسرعة. هنقلب فيها كده، مش هنقلب فيها كتير، هنديها التقليبة الأولانية وبعدين نغطيها. وزي ما احنا شايفين كده هي خلاص كده دخلت في السوا واستوت خلاص. أحلى كبدة والريحة روعة، هتعجب الجميع إن شاء الله. والنتيجة زي ما احنا شايفين، وبألف هنا وشفا. وطبعا العيش السريع ده أنا عملته بس نزلته فيديو قصير، إن شاء الله هعمله تاني فيديو طويل عشان تستفيدوا منه. يا حبايبي اللي أول مرة يشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناة، واللي معايا مشترك معايا ما تنسوش تضغطوا على اللايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وفي نهاية الفيديو أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.